بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يجب أن نعرف أن هذا العدو الصهيوني، هذا الكيان الغاصب، عندما أطلق مشروعه في عام 1917 احتاج إلى وعد، وهو وعد بلفور المشؤوم. في عام 1917 احتاج إلى دولة عظمى مثل بريطانيا حتى يستطيع أن يطلق مشروعه الإحلالي الاستعماري. واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات 103 أعوام، هذا الكيان الغاصب احتاج إلى دولة عظمى أيضا حتى يسند مشروعه. لماذا؟ لأن المقاومة في فلسطين لم تتوقف منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مستمرة، ولذلك احتاج هذا الكيان إلى دولة عظمى حتى تسند مشروعه وتبقيه على قيد الحياة. ولكن الأحداث والتاريخ يقول أن هذا الكيان لن يبقى في مكانه وسوف يزول وسوف ينتهي، لأنه وجوده طارئ في هذا المكان وسوف يعود أصحاب الحق. هذه الصفقة خطورتها تكمن بأن هناك للأسف من المحيط في الإقليم من يؤيدها، وهذه خطورتها. أما على أبناء شعبنا الفلسطيني فإن قرارهم واضح في رفضها والاستمرار في مقاومتها، كما رفضوا المشاريع التي قبلها، وكما استطاعوا أن يجهضوا كافة المشاريع السابقة سيجهضوا هذه الصفقة وسينهوها بإذن الله تعالى. هو صفقة القرن لعل عناوينها الرئيسية هو أولا موضوع القدس. هو أعطى القدس للكيان الصهيوني واعترف بها له، وهذا طبعا مخالف حتى للقوانين الدولية والشرعية الدولية، يخالفه كله. ولكن نحن كفلسطينيين نقول أن القدس كل القدس، ليس شرقية ولا غربية. نقول أن القدس كل القدس هي لأهلها، هي للمسلمين، هي لساكنيها من المسيحيين أيضا، هي لأهلها الحقيقيين. هذه القدس وهذا تاريخها. القدس هي ضمير الأمة. اليوم القدس توحد جميع الأمة، لا يوجد مسلم على هذه الأرض لا يتجاوز موضوع القدس. هذه التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لذلك هذه الآية ما دامت تتلى في القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يتجاوز موضوع القدس. لذلك هذا موضوع القدس يجب أن يكون حاضرا عندنا جميعا. الموضوع الثاني هو ألغى حق عودة 7 مليون فلسطيني خارج فلسطين يعيشون وحق عودتهم إلى وطنهم فلسطين. الموضوع الثالث هو أعطى الأرض للكيان الصهيوني وكأنها ملك لأبيه. ولذلك أنا أقول أن الأخطر ما في الموضوع هو هذا موضوع القدس، هو الذي يوحد الأمة، هو الذي يحرك هذه الجماهير. لذلك أنا أقول أن موضوع القدس هو الزر الذي كبسه هذا المجرم ترامب، والذي سوف يؤدي إلى انتفاضة جديدة في فلسطين، وانتفاضة تعم كافة أرجاء فلسطين حتى تجهض هذا المشروع وتزيل هذا الكيان الغاصب إن شاء الله. نحن عندما نرى إخواننا الشعب في تركيا كله ينتفض من أجل القدس، إنما نستذكر أن هذه الأمة هي التي احتضنت المقاومة الفلسطينية، وهي التي تساند شعبنا الفلسطيني في كل مراحل نضاله. اليوم الشعب في تركيا عندما انتفض في ليلة إصدار هذه الصفقة المشؤومة وذهب إلى القنصلية أو إلى سفارة الكيان الصهيوني وعبر عن رفضه، هذا هو الشعب التركي الذي نعرفه، هذا هو شعب تركيا العظيم الذي لطالما وقف مع حقوق شعبنا الفلسطيني. نحن نرى كيف ينتفض شعبنا في تركيا، في ديار بكر، في صقاريا، في اسطنبول، في كافة المدن التي سمعنا ونسمع عنها دائما. هذه المشاريع الكبرى، هذا الدعم الذي يوصل لأهلنا ويعطيهم السند ويعطيهم الدعم، ويعرفوا من خلال هذه اللقاءات الجماهيرية أنهم ليسوا وحدهم في الميدان، ويعلم الكيان الصهيوني أن شعبنا الفلسطيني ليس وحده في الميدان. هناك من خلفه أمة عظيمة، هناك أحفاد صلاح الدين الأيوبي، هناك أحفاد عبد الحميد الثاني، هناك أحفاد ألب أرسلان، هناك أحفاد عمر بن الخطاب، هناك أحفاد كل هؤلاء الأبطال الذين دعموا وحرروا بلاد المسلمين. كلهم اليوم أحفادهم يدعمون شعبنا الفلسطيني ويقفون معهم ضد هذه الصفقة المشؤومة والتي لن تمر بإذن الله تعالى، وهذا وعد الله، وسننتصر بإذن الله، وهذا الكيان إلى زوال.